طيب انا ماما مصاحباني وبحب ابن خالتي قوي وهو بيحبني وهو شخص محترم وكويس وبيشتغل، وماما مش موافقة علشان مش مكمل تعليمه. ولو جبت لها سيرة الموضوع بتضربني. اولا مامتك معهاش حق لانها منعت جواز اتنين بيحبوا بعض، وتاني حاجة شخص محترم، وكمان بتضربك، والضرب دي مش وسيلة لحل المشاكل. حتى الحيوان اللي الله يعزكم لما بنضربه بنحس انه بيعند معانا، ما بالك البني ادم. البنت جت طلبت منك في الحلال ووضوح، قالت لك يا ماما انا بحبه وبيحبني وعايزين نتجوز، ترفضي في حاله لو مش محترم؟ ما بالك ده ابن اختك ورافضه انه يتجوز بنتك عشان مش مكمل تعليمه. اكيد ما كملش تعليمه عشان عارف ومتاكد مليون المية ان الشهادات ما بقاش، واكيد هو عارف ومتاكد انه مش عايز يضيع بقيه عمره وهو بيتعلم وفي النهايه مش هيتوظف. فراجل عملي فكر في الصح، قال لك انا مش مكمل ومش دافع فلوس في حاجه انا مش هشتغل فيها، وانا راجل عايز استقر واكون حياتي واكمل نص ديني. ايه سبب الرفض؟ طب ايه وجهة النظر في الشهادة التعليمية في حال ان هو مش متربي، في حال ان هو انسان ما حبش بنتك وكان بينصب عليها او بيكذب عليها؟ ده انسان متربي يعني على خلق، واكيد المتربي وعلى خلق على دين وبيحب بنتك وبنتك بتحبه، ترفضي ليه وتضربي ليه وتعاقبي؟ خليني اقولك الانسان المتربي احسن مليون الف مره من الانسان المتعلم اللي مش متربي. الفرق ما بين الانسان اللي كمل تعليمه عن الانسان اللي ما كملش تعليمه اسلوب الحوار والكلام. طب ما هو الحب ده برضو بيولد اسلوب حوار ولغه طيبه ما بين الاتنين بيبقى فيها موده ورحمه. مش معنى ان هو ما كملش تعليمه لاي سبب من الاسباب يبقى انسان مش كويس. انت متخيله لما يبقى واحد متجوز ومهندس وما بيحبش مراته وبيعاملها وحش جدا، انت هتكوني مبسوطه؟ هتكوني سعيده؟ هل تعلمي ان معظم السواقين ومعظم الناس الصنايعيه اساسا مهندسين ودكاتره؟ هل تعلمي انه اغلب الفئه اللي موجوده في وسط الناس في السوق بيبيعوا خضار او بيبيعوا سمك او بيبيعوا اي حاجه، دول ناس متعلمه ومخلصه جامعات بس للاسف ما توظفوش ونسيوا اللي اتعلموه في الجامعه؟ الجامعة مش كل حاجة، جامعة الحياة أحسن من الجامعة التعليمية بتاعت وزارة التربية والتعليم. هما نفسهم بيشجعوا دلوقتي العمالة، بيشجعوا الصنايعية، بيشجعوا التعليم الفني الدبلومات، وانت جاية ترفضي في زمن الشهادات ما بقاش ليها قيمة؟ جوزيهم وكملي جوزتهم وربنا يهنيهم ويسعدهم. الشهادة دي مش نهاية الكون، والشهادة دي مش أحسن حاجة في الكون. أهم حاجة يكون عارف كتاب ربنا ومتربي، وده ابن أختك. ولا أنت مش عايزة تتجوزيه عشان ابن أختك ومش وخايفة يحصل مشاكل في المستقبل عشان دي أختك مش عايزة تخسريها؟ بس مادام بيحبوا بعض كملي في الحلال علشان ما تندميش. والبنت كانت واضحة معاكي من البداية عشان في يوم من الأيام ما تجيش تعمل الغلط وتقولي لها ليه غلطتي، عشان مالكيش أي وجه إنك تلوميها. انت الملامه الوحيده انك منعتي اتنين بيحبوا بعض يكملوا حياتهم مع بعض. الشهادات ما بقاش لها قيمه، انت جيتي في الزمن الغلط وتمسكي في الشهاده، ومحدش عايز يشوف كلام، الناس عايزه تشوف افعال وفلوس. هو بيشتغل هيقدر يأمن حياتها احسن ما يكون متعلم ومش لاقي شغلانه. ويا رب تكوني فهمتي كلامي، مع انه التعليم حلو ومش وحش، بس في الزمن ده ضيعوا هيبته.